جوزي بيعمل معايا حاجات بتخليني استحمى اكتر من 5 مرات في اليوم. ولما رفضت وقلت لا وقلت انا مش هعمل كده، دخلني الحمام وعمل فيا حاجة مفيش اي واحدة فيكم تقبل بيها ولا في اي حد يتوقعها. من فضلكم اسمعوا مشكلتي للنهاية وشوفوا جوزي عمل فيا ايه ودمر حياتي حرفيا. بس قبل ما نبدأ مشكلة النهاردة، فضلا كل الناس اللي بتشوفنا وبتسمعنا هنا على القناة ننزل كلنا نصلي على الرسول في التعليقات من فضلكم. ويلا خلونا نكمل مشكلتنا علشان ما اطولش على حضراتكم. انا بنوتة عندي 30 سنة، جامعية، اتخرجت من الجامعة، عملت دراسات عليا وكنت بشتغل وناجحة جدا في شغلي. جميلة، مهتمة بشكلي قوي ومظهري، بعرف البس كويس وعندي عربية وعندي كارير وعندي كمان عندي دخل كل شهر من شغلي وبعتمد على نفسي واشتريت عربية كده صغيرة واموري ماشية تمام. بأمانة انا ما كنتش بفكر في الجواز خالص. ليه؟ علشان عندي اهداف. انا كان عندي هدف ان انا اخلص جامعة، خلصت الجامعة. ابقى عندي اهداف ان انا احضر دراسات عليا، اتخرجت من الدراسات العليا. بقى عندي اهداف ان انا اشتغلت كان عندي اهداف ان انا اعمل كارير. عملت فلوس واشتريت عربية صغيرة، ما بقاش ناقصني اي حاجة. ما كنتش بفكر في الجواز دلوقتي، كنت مبسوطة بنجاحي ان اهدافي بتتحقق قدام عينيا. اللي اي حاجة اي هدف عندي انا بحققه، حتى واحدة واحدة، حتى لو بعد صبر. انا وصلت ل 30 سنة بس الحمد لله حققت معظم اهدافي او معظم اللي انا كنت بحلم بيه. فكنت مأجلة فكرة الجواز على اساس ان انا اخلص اهدافي. اشتغلت في بنك، انا بعد ما اتخرجت كنت شغالة في بنك. طبعا انتوا عارفين البنك كان مرتبه كويس جدا وكنت واخده وضعي، كنت مرتاحه قوي، مش محتاجه فلوس، مش محتاجه اي حاجه من اي راجل. انا كنت جميله جدا، كانت بتتقدم لي من شغلي في البنك شباب او رجاله كتيره جدا للجواز وانا كنت برفض. كانت في خطط كده في حسابي كان لازم اعملها وبعد كده افكر في فكره الجواز. اتقدم لي اكتر من عريس ورفضت. في يوم من الايام جه عميل قعد قدامي، عميل في البنك جه قعد قدامي. بحكم شغلي انا قعدت واتكلمت معاه وعملته كزيه زي اي عميل. بقى يتردد على البنك باستمرار ويجي يتكلم معايا يطلب اي طلبات، اي كشوفات، اي حاجة خاصة بحسابه البنكي. كنت بعملها له بحكم شغلي وبحكم ان هو عميل عندنا في البنك. واحده واحده طلب مني الواتساب بتاعي، اخد الواتساب بقى يتواصل معايا برضو من خلال شغله. ابتدى بقى يهتم بيا شويه، يسال عني عن حياتي الخاصه، عن حياتي الشخصيه. انت عامله ايه، انت مرتبطه، انت مخطوبه، طب في حياتك حد، طب ما اعرفش ايه. الراجل ده كان مركزه مرموق جدا، كان كبير عني، كان عنده بتاع 45 سنه او 50 سنه وانا كنت عندي 30 سنه. فاولا هو كبير عني جدا، آه مركزه مرموق قوي، شايفه ان هو مغرور، كان مغرور جدا، شيك قوي، حلو قوي، اي بنت تنبهر بيه وتقبل بيه. بس انا ما كنتش بفكر كده، مش هو ده الراجل اللي انا كنت بتمنى ان هو يكون زوج ليا. انا كنت شايفه ان هو مغرور وكنت رافضاه علشان غرور. فطلب مني ان احنا نخرج، مثلا نقعد في اي كافيه ونتكلم، فانا قبلت. قلت له تمام. دخلنا قعدنا في كافيه بعد الشغل، استناني، اخدني بعربيته، رحنا على كافيه كده جنب البنك وقعدنا، اخدنا قهوة واتكلمنا مع بعض ودردشنا شوية. طلبني للجواز. انا رفضت بدون تفكير علشان شايفة ان هو مش مناسب ليا، هو مغرور. هو سكت خالص ومعلقش على رفضي. بقى يسألني عادي على شغله، وبقيت اتكلم معاه في نطاق الشغل وبس، من خلال ان هو عميل في البنك وبس. ولا بقى يسأل عليا ولا يهتم بيا ولا يكلمني زي ما كان بيكلمني في الاول. فانا رفضته والموضوع خلاص مش في دماغي. عدى شهر، 2، 3، 4، سنة، 2، لقيته بعد كده فاتحني في الجواز تاني.
انا استغربت، قلت خلاص ده عدى يعني وقت طويل، هو اكيد ارتبط ما ارتبطش ده ما يشغلنيش، بس خلاص الموضوع خلاص، انا رفضت بكل شياكه والموضوع خلاص. قلت بقى الراجل ده بيطلبني تاني، ممكن يكون هو بيرضي غروره علشان انا رفضته وعايزني اقبل بيه وبعد كده يخطبني ويسيبني. ممكن هو يكون بيحبني بالفعل زي ما بيقولي وفعلا عايز يرتبط بيا وبيديني فرصة افكر تاني او اراجع نفسي. يعني قعدت دماغي كده تودي وتجيب وانا مش عارفة ايه سبب ان هو عايز يرتبط بيا او طلبني للجواز للمرة التانية. فبيني وبينكم وافقت. واحنا قاعدين في القعدة التعارف دي في الكافيه، قال لي بصي انا متقدم لك، انا بحبك وعايزه اتجوزك، بس انا عايز تفهميني اكتر، انا فيا عيب خطير ممكن اي واحده ما تقبلوش او ترضى بيه. قلت له تمام قولي ايه العيب الخطير ده. راح قال لي انا وسواس جدا، انا بحب النظافه قوي. كان رد فعلي بديهي جدا، هو مين ما بيحبش النظافه. قال لي بصي انا اللي لفت نظري فيكي وشدني خلاني اطلبك للمره التانية، انا شايفك نظيفه مرتبه منظمه، ريحتك حلوه وشكلك حلو، مهتمه بانوثتك مهتمه بنفسك ونظيفه في شكلك، هو ده اللي مخليني متمسك بيكي وطلبتك للمره التانية حتى بعد رفضك ليه. قلت له عادي جدا، ايه مين ما بيحبش النظافه؟ دي النظافه يعني من الفطره، ده ربنا عمل لنا الصلاه 5 مرات والوضوء 5 مرات علشان نحافظ بيها على نظافه جسمنا، بنغسل ودنا وبنغسل بقنا يعني اسناننا وبنغسل وشنا وايدينا ورجلينا، ده برضو يعني كده ربنا بيحسنا على النظافه، والنظافه من الايمان. راح قال لي لا بس انا اوفر شويه. قلت له لا عادي، مفيش مشكله من نقطه النظافه دي. بالفعل جه اتقدم لوالدتي، وعلشان انا بابا متوفي بالفعل جه اتقدم لوالدتي واتخطبنا، وهو كان مجهز الشقة، وبعد كام شهر بس اتجوزنا. ومن اول يوم فرح اكتشفت الكارثة. يوم الفرح دخلنا البيت زي اي عروسة، انا بقول له ساعدني ان انا افك مثلا الطرحة، ساعدني ان انا اخلع الفستان. قال لي لا 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 اتصرفي انت. بصيت له كده باستغراب، سكت. فانا خلعت خلاص الطرحه وخلعت الفستان ودخلت اتوضيت، مسحت الميك اب ودخلت اتوضيت، وقلت قلت له يلا مش هنصلي، يلا نصلي. راح قال لي لا انت هتعملي إيه؟ قلت له بقول لك يلا نصلي. قال لي لا تعالي بس يلا ادخلي خدي شاور. بصيت له كده قلت هو ليه بيتكلم معايا كده، طريقته وحشه جدا. قلت له تمام. رحت بالفعل دخلت اخدت شاور واتوضيت، وقلت له يلا نصلي، وقفنا جنب بعض وصلينا، خلصنا الصلاه. جيت قلت له اجهز حاجه ناكلها، يعني مثلا اجهزك العشاء او كده. راح قال لي انت لا 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 لا، قبل ما تجهزي العشاء وروحي اغسلي ايدك، وفي كحول هتلاقيها على الترابيزه، عقمي ايدك بالكحول. قلت ده هي ايدي فيها ايه؟ ده انا استحميت واتوضيت وصليت، ايدي مالها فيها ايه؟ رحت ماشي دخلت غسلت ايديا وعقمتها بالكحول وجهزت الاكل وقعدت اتعشيت انا وهو. خلصنا العشاء، لميت السفرة ودخلت بقى اقعد معاه شوية في الليفنج كده نتفرج على التلفزيون ولا اي حاجة. ده انت هتعملي ايه؟ قلت له انا قاعدة بتفرج جنبك على التلفزيون. لا لا روحي اغسلي ايدك وعقمي ايدك بالكحول. قلت تمام. جينا بقى ننام، راح قال لي قبل ما تنامي ادخلي خدي شاور. ده انا لسه واخده شاور ما كملتش ساعة. قلت له ماشي تمام. ورحت اخدت شاور ورجعت نمت جنبه. عدى بقى اول يوم واسبوع الفرح والصباحيه ومعرفش والسبوع وكل ده خلص. لقيته برضو كل يوم يطلب مني، قال لي بصي تعالي انا عايز اتفق معاكي اتفاق. قلت له تمام خير. راح جايب لي بقى ورقه كده، كاتب لي ورقه ان انا استحمى 5 مرات في اليوم، اغسل ايدي 10 مرات واعقمها بالكحول، الاسطح كلها تتمسح بالكلور والديتول، الارضيات كلها تتمسح بالكلور والديتول 3 مرات. لقيت طلبات صعبة جدا وانا بشتغل، يعني خلاص اتأجزت الجواز وانا بشتغل، انا ما قعدتش من الشغل. بصيت كده للورقة وقلت له انت ليه بتعمل كده؟ يعني ليه كل الطلبات دي؟ راح قال لي هو ده وهي دي حياتي،
وانت لازم تعملي اللي بقولك عليه ده. قلت خلاص يا بنتي انت عروسه، ما تعمليش مشاكل، ما تخربيش بيتك، ما تجيبيش مشكله لنفسك. بقيت اعمل كده. طبعا انا بشتغل، بنزل من الصبح من الساعه 7 الصبح، وارجع الساعه 7 بالليل من البنك بعد الاوفر تايم كمان. برجع اعمل اكل واشطب المطبخ واعمل كل اللي بيعمله اللي بيقول عليه ده. بنام على الساعه 4 5 الفجر، ببقى ما بلحقش انام ساعتين، تعبانه قوي. لقيت بعد كام شهر من الجواز ما عنديش صحه خالص، ولا قادره اعمل شغل البيت، ولا قادره اروح الشغل، وصحتي اتهدت، ما بقاش عندي طاقه، تعبت قوي. بقى يغمى عليا وتجيلي دوخه، وتعبانه قوي قوي. يعني بقيت مقصره في حاجات كتير، ما باكلش، ما بنامش كويس. كمان مجهود كبير عليا قوي الشغل، وكل الليسته اللي هو قايل لي عليها دي، اللي افضل طول بعد ما ارجع من الشغل امسح في الاسطح وامسح في الارضيات واغسل ايدي واعقم بكحول، كل ربع ساعه ادخل اخد شاور. دي مش عيشه. كمان اغمى عليا وتعبت ورحت المستشفى. ايه اللي انا فيه ده؟ وعلقولي محلول. جه بقى الشتاء. انا كنت متجوزه في الصيف، اول ما جه الشتاء طبعا يعني صعب جدا الواحده تستحمى 5 مرات في الشتاء وتغسل ايديها كل شويه وتعقمها بكحول طول النهار، ماشيه بالموب وكلور والديتول، عماله امسح في الاسطح وفي الارضيات. صعب جدا عليا. فكان بيطلب مني كده، قلت له لا انا مش هعمل كده، انا تعبانه. ايه المهم، قعد عمل معايا مشكله وما اعرفش. قلت خلاص يا بنت معلش، تعالي على نفسك واسمعي كلامه واعملي اللي هو عاوزه وخلاص. عملت كده بالفعل. فمره رحت الشغل، في يوم من الايام رحت الشغل، تعبت قوي، ما كنتش قادره اخد نفسي، بترعش، تعبانه، عندي برد شديد، حرارتي عندي سخونيه، حرارتي عاليه جدا. صحابي اخدوني من الشغل ودوني على المستشفى. الدكتور قال عندها التهاب رئوي حاد. اتصلوا باهلي، ماما جت واخواتي جم، مالك مالك في ايه؟ قلت لهم ده انا جالي التهاب رئوي حاد، انا عايزه اتكلم معاكم، انا مش قادره استحمل اكتر من كده، تعالوا شوفوا هو بيعمل فيا ايه. فتحت شنطتي، طلعت لهم الورقه اللي هو كاتبها لي ان انا امشي بيها وانا بعمل كده، بستحمى 5 مرات في اليوم، بغسل ايدي 10 مرات واعقمها بالكحول، بعد ما برجع من الشغل افضل امسح في الاسطح بالكحول والديتول وفي الارضيات. انا تعبت، ما عنديش صحه، ما بقتش اكل، ما بلحقش انام. دي مش حياه، دي مش عيشه، طلقوني، انا تعبت، انا مش عايزه اكمل مع الراجل ده. ماما قالت لي استهدي بالله يا بنتي وما تخربيش بيتك، كل حاجه بتيجي بالصبر، بالراحه، الكلام بالراحه، احنا هنقعد معاه ونشوف معاه حل. اخدتني ماما على بيتها وقالت لي انت ما ينفعش ترجعي له غير لما نتكلم معاه ونشوف معاه حل. فعلا ماما اتصلت بيه وقالت له تعالى، دي خرجت من المستشفى عندي على البيت. في فترة وجودي في المستشفى ما كانش بيجي ولا مرة جه زارني، قعدت اسبوع في المستشفى ولا مرة واحدة جه زارني ولا شافني. كان بيكلمني بس كل يوم في التليفون، انت عاملة ايه، اخبارك ايه، ايه اخبار النظافة، ايه اخبار التعقيم هناك. طبعا انا موديكي مستشفى غالية جدا علشان يهتموا بالنظافة، يهتموا بالتعقيم، كل شغله الشاغل النظافة والتعقيم. صرخت في وشه وقلت له انت حتى ما جيتش تسأل عليا، انا مش عايزاك. ماما خرجتني على بيتها، على بيت بابا يعني، واتصلت بيه وهو جه. قالت له بص، الموضوع مش هينفع، اللي انت بتعمله معاها ده، لا تعاشرهم بالمعروف لا تفرقوهم بالمعروف. قالت له انت كده اللي انت بتعمله ده كده انت مريض نفسي، اللي انت بتعمله ده اوفر، كلنا بنحب النظافه، كلنا بنحس على النظافه، بس مش بالشكل ده. مفيش واحده بتستحمى في عز الشتاء والبرد الشديد ده 5 مرات في اليوم وتفضل تمسح وتعمل الحاجات اللي انت بتقول عليها في عز الشتاء والبرد ده. بنتي جالها التهاب رئوي حاد، حرام عليك، اللي انت بتعمله ده ما ينفعش. قعد يعيط، معلش يا ماما اديني فرصه تانية، انا هحافظ عليها، والله مش هعمل كده معاها. ماما قالت لي معلش يا بنتي اديله فرصه تانية وارجعي بيتك. سمعت كلام ماما وقلت خلاص انا هرجع بيتي. طبعا انا لسه تعبانه، لسه ما تعفتش من الالتهاب الرئوي خالص يعني، انا لسه خارجه من المستشفى بقالي ساعات. دخلت البيت انا وهو، انا داخله بقى ايه، اترمى على السرير في اوضه النوم عشان انا تعبانه جدا. انت هتعملي ايه؟ قلت له انا نايمه تعبانه، انا مش قادره، سيبني انام. راح قال لي قومي قومي قومي، قومي خدي شاور، قومي ادخلي الحمام وخدي شاور. قلت له شاور ايه؟ شاور ايه وانا تعبانه كده ولسه عندي التهاب رئوي ما خفتش منه؟
راح قال لي لا، وراح ماسكني من شعري وشدني جامد وزقني ودخلني الحمام وفتح عليا الدش ميه ساقعه. طبعا انا انهارت، قعدت اصرخ بهستيريا وعيط. دخلت اوضه النوم جري، اخدت شنطتي، حتى ما اخدتش هدومي معايا، اخدت شنطتي وهدومي مبلوله كده زي ما انا بطرحتي، يعني انا حتى ما لحقتش اقلع طرحتي، انا رجعت اترميت على السرير من التعب. اخدت شنطتي علشان بس يبقى معايا فلوس اوقف اي تاكسي اروح عند اهلي. وقفت تاكسي بسرعه، حتى التاكسي كان مستغرب، انا ماشيه هدومي عماله اتنقط ميه، طرحتي مبلوله ميه وعماله اترعش والدنيا عماله تشتي. اخدت طرحتي واخدت شنطتي واخدت التاكسي وجري على بيت اهلي. حسبت التاكسي ونزلت على بيت اهلي، طلعت عند ماما، قعدت اهبد واخبط على الباب، انهارت من العياط، اغمى عليا في دخلة الباب. ماما مالك مالك في ايه؟ قلت لهم انا لا يمكن اعيش مع راجل زي ده، انا عايزه اتطلق. من فضلكم قولوا لي اعمل مع راجل زي ده ايه؟ ده بني ادم مريض نفسي، انا خلاص ما بقتش قادره اعيش معاه، اتطلق معاه، اتطلق منه واخرب بيتي، ولا اكمل معاه، ولا اللي بيطلبوا مني ده طلب عادي ولا مش طلب عادي؟ ما بقتش عارفه اعمل ايه. اهلي بيقولوا لي ما تخربيش بيتك، صحابي بيقولوا لي اتطلقي منه ده مريض نفسي، انت تعبتي قوي من ساعه ما اخدتيه. يعني انا خلاص ما بقتش عارفه اعمل ايه، ما بقتش قادره افكر. من فضلكم قولوا لي اعمل ايه. بصي يا حبيبتي، انا هقول لك الحل من رايي الشخصي. ده بني ادم مريض، فعلا مريض نفسي، ده لازم يروح يتعالج، يروح لدكتور يشوف مشكلته ايه. ممكن يكون اتعرض لمشكله وهو صغير سببت له عقده نفسيه، مشكله تخص النظافه او الكلام ده، سببت له مشكله نفسيه بيعاني منها لحد دلوقتي. ده لازم تتطلقي منه فورا، ده ملوش علاج، ده موسوس. الراجل الموسوس او اللي عنده وسواس قهري، ده وسواس قهري مش وسواس عادي، ده عنده وسواس قهري. اللي عنده وسواس قهري ده صعب ان هو يتعالج، عايز وقت على بال ما يتعالج. ده لو هو دور اصلا وراح يتعالج عشان هو مقتنع باللي هو بيعمله ده، يعني هو مقتنع، انا شايفه ان هو مش هيفكر اصلا يتعالج. ده تطلقي منه، وبعدين ربنا يعوضك ان شاء الله باذن الله خير بزوج صالح. انت ما ظلمتهوش، بامانه الله يكون في عونك. انا عن نفسي ما اقدرش اتحمل جزء صغير من اللي انت اتحملتيه ده. آه ربنا ان شاء الله باذن الله يعوضك خير. روحي المستشفى يا حبيبتي وتعالجي من الالتهاب اللي عندك ده، وان شاء الله باذن الله ربنا يصلح حالك وتبقي كويسه وزي الفل. انت احسن من غيرك برضو، انت عندك كارير وعندك وضع وعندك شغل وعندك دخل. اي راجل يتمناكي على فكره. كون ان انت تكوني مطلقه ده مش هيقلل من شأنك ولا من قدرك ابدا. الطلاق مش نهايه الدنيا، هتقدري تتعرفي على حد تاني مناسب ليكي، بس اتعلمي من غلطك. خلي فتره الخطوبه طويله، عشري الراجل اللي تعرفيه ده كويس جدا. اللي انت قلتي عليه ده فتره الخطوبه كانت قصيره جدا، ما عرفتهوش. حاولي تتعلمي من اخطائك. ان شاء الله باذن الله ربنا يعوضك خير. وده لازم تطلقي منه فورا، يروح بقى يتعالج ما يتعالجش هو حر. صدقيني انت مش خسرانه لما تطلقي منه، انت كسبانه صحتك، كسبانه نفسك، انت بني ادمه ناجحه. ربنا يزيد لك في النجاح ويزيد لك في الشفاء. بتمنى لك كل خير من كل قلبي عشان انت ما ظلمتهوش. ده عنده وسواس قهري يا حبيبتي ولازم يتعالج. من فضلكم كل الناس اللي بتسمعنا وتشوف المشكله النهارده هنا على القناه، تكتبوا رأي حضراتكم في التعليقات علشان صاحبة المشكلة تختار الحل المناسب لمشكلتها من خلال رأيي الشخصي او من خلال آراء حضراتكم في التعليقات. كمان من فضلكم لو لسه ما اشتركتوش انزلوا اشتركوا في القناة وفعلوا علامة الجرس على كلمة الكل او كلمة قل علشان يوصل لكم اشعارات بكل الفيديوهات اللي انا بنزلها. تعملوا لايك على الفيديو، اللايك بيرفع القناة وبيخلي كل الناس تشوف المشاكل هنا وتتعلم منها، وتاخدوا الفيديوهات اللي هنا على القناة شير كتير علشان اكبر قدر يقدر يستفيد. الهدف هنا من القناة كلنا بنسمع ونشوف ونتعلم من مشاكل واقعية محدش فينا كان بيتوقعها او كان بيصدقها. بحبكم جدا في الله، اشوفكم فيديوهات تانية باذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.